ولسه لعبتنا سيسو بين الراجل والست مكملة معاكم. خناقات. يريحونا. موضوع صعب جدا. احنا كشباب ربنا مدينا مميزات. بس بتبقى فاكره ان هي ذكيه طبعا، فانا مش عايزهم يكرهونا طبعا، بحترمهم برضه كده. صاحبي. هنحاول تاني في حلقة النهاردة مع ضيف جديد، يمكن نفهم بعض اكتر. احنا ما بنوصلش لتفاهم مع الستات. لو الراجل فهم الست 100% بتاخد علاقه برضه. بس انا لو فهمناهم مش هنقعد القعده دي. ضيف حلقتنا النهاردة هنا في خناقات بين الرجاله والستات. هاي مصطفى، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. هنبدا باسئله سريعه، مفكرش كتير ورد الاول حاجه تيجي في دماغك. تخرج تتعشى مع مراتك ولا تتفرج على ماتش مهم على القهوه مع اصحابك؟ لو ماتش مهم اختار الماتش، وتاني يوم اوديها اتعشى. العشاء مش هروح في حته. تحفه. اللي شاطره في البيت ولا اللي شاطره في الشغل؟ البيت اهم من الشغل. التفاهم ولا الحب؟ التفاهم. الشغل المستقر ولا الشغل ابو فلوس كتير؟ اللي مش مستقر. الصاحب الجدع ولا الصاحبه الحلوه؟ صاحب الجدع. اللي مهتمه بنفسها وشكلها ولا اللي مهتمه بيك؟ اللي مهتمه بيا. هي لو بتهتم بيها تهتم بشكلها ونفسها. شغل اوفر تايم تاخد عليه فلوس ولا تخرج تتعشى معاها؟ اخرج اتعشى معاها عادي. جود انسر. النجاح المهني ولا النجاح العاطفي؟ المهني طبعا، انك انت لو مش ناجح في شغلك حتى الحد اللي انت ممكن تبقى عايزه هو ممكن ما يقبلش بيك عادي. اوكي، بس تبدي شغلك على علاقاتك. الشغل اهم من اي حاجه طبعا. تحكي مشاكلك لصاحبتك ولا لصاحبك؟ لصاحبي. اللي انا عايز اقوله هو هيفهمه يعني. هي ممكن يبقى الموضوع صعب عندها شويه. شايف ان الستات ما بتفهمش يعني؟ لا، طريقه تفكيرهم محتاجه انك انت توصل لهم المعلومه بالشكل اللي انت لازم توصلها لهم بيه. التحويش ولا الشراء والبعزقه؟ الشراء والبعزقه. حوش ليه؟ انا ممكن اموت بكره. التحويش اصلا مش مهم، المستقبل مش ده مهم، يحصل ده على الله. ما كده كده كلها على الله. بحوش اكيد يعني اللي هو طبيعي، بس اللي هو لو اخر يعني جنيه أنت في مش جيبي وعجبني بعزقة. حاجه وانا ماشي في الشارع اشتريها. وبعدين وهتاكل ايه؟ مش مهم. عشان كده ما مسكوش ميزانيه البيت. ميزانيه بيتي هتبقى معايا انا برضو يعني باظ من قبل ما يبدا. لا هو ده الصح. يا ترى ليه الرجاله ما بتحفظش الالوان؟ هل الموضوع صعب للدرجه دي؟ انا وانا جاي امبارح قالوا لي ابعد عن مجموعه من الالوان كده، فسالت صحابي اللون ده كده ده ايه؟ في الالوان دي ولا لا؟ محتاج استشاره جماعيه. حافظ الوان قوس قزح؟ لا، هو ده اساس كل الالوان. ليه بنتعلمها في المدرسه على فكره؟ مش دي فاكرها. مهمة طيب جداً. اعمل ايه؟ ما انا خلاص انا اتخرجت. هحفظها. يا ترى ليه بتبقوا جدعان قوي مع البنات اللي لسه ما تعرفوش قوي؟ بحكم بقى ان انا عايز ابان بقى الواد الجنتل بتاع. بتمثلوا يعني؟ مش تمثيل، هو طبعا الانطباع الاول ده بيبقى مهم. ايوه، ايه علاقه ده بالجدعنه؟ ما ليه هو- ما تتجدعنش مع الست ما هو اللي معاك؟ لا هو الجدع هيبقى جدع مع ده وجدع مع ده بس. انا بتكلم في العلاقات، في ان الولاد مثلا في بدايه العلاقه كده جدعانه قوي، هاخدك من تحت البيت وهوصلك لحد البيت، وبعدين بعد ما تتخطبوا مثلا اللي هو لا روحي انت بقى، او تعالي قابليني في المكان الفلاني. ده بيرجع لحته انت مبسوط في العلاقه فانت اتغيرت او ما اتغيرتش. ما ممكن يبقى في مشكله بينكم، او انا عصبي مثلا فبدل مثلا ما اوصلك لا هتسيبها في الشارع؟ مش هسيبها في الشارع. هطلب لها اوبر مثلا، هبقى معاها بلايف لوكيشن لحد ما توصل واكلمها وصلتي نمتي شربت اللبن الدنيا جميله. طب ما توصلها. ممكن التوصيل ده هيعمل مشكله اكبر. الرجاله ليه بتحب دايما تنفض للحاجات؟ لانه بيبقى عنده حاجات كتير اهم. لا، ما انتوا بتسيبوا المشاكل الصغيره لحد ما تكبر. هي لو مشكله صغيره هنواجهها وهنحلها من اول مره، بس لو المشكله اتكررت ابتدي انفض لها. بس لو ما جاتش من اول مره وتاني مره اتكررت ثالث مره اتكررت ورابع مره اتكررت خلاص هنفض، حتى لو هتولعي في نفسك عادي. اولع في نفسي ليه؟ اتكلم على البنت عامه في الوقت ده هي متضايقه فمحتاجه انها تتكلم في المشكله عشان تهدى. انا لا مش هتكلم. ليه؟ انت اللي وصلتي نفسك لكده. ما احنا بقالنا 6 مرات مش عارفين نحل. ممكن تكون وجهه نظرها كده شايفه ان هي كده الصح وان الراجل هو اللي انتوا غلط. يعني ما بتعملوش كده؟ بتحصل طبعا. واللي هي وجهة سيب نظرها الخناقه بقى تفضل زي ما هي. هتفضل موجوده لحد ما تكبر وبعد كده يحصل عليها مشكله وهنسيب بعض. طيب يبقى نختصر بقى من الاول، فاهم؟ ليه احساس التحقق او النجاح عندكم مرتبط بالنجاح المهني بس؟ النجاح عامه في الحياه كله حاجات مترتبه على بعضها. انت ناجح في شغلك فبناء عليه انت بتعمل اسره كويسه فانت عايش حياه كويسه. يعني النجاح هيبقى شامل كله. لا، انما انا بس لو مش ناجح في شرط. حته ومقصر في حته يبقى انا كده ما وصلتش لمرحله النجاح يعني. لان الحياه مش شغل بس، هو مهم. ما انا قلت لك اهم حاجه الشغل، مش معنى ان هو اهم حاجه يبقى هو كل حاجه. طب لو حاجه جت على حاجه تختار انهي؟ اوازن بين البيت وبين الشغل، ان انا ابقى ناجح هنا وابقى ناجح هنا. لانك انت لو ناجح في حته ومش ناجح في حته ده مش نجاح. يعني انت غير بقيه الرجاله يعني؟ ما تخلينيش اقول ان انا غير الرجاله. انا عادي يعني زي اي حد يعني. انت بتقول بس بشكل غير مباشر. بالظبط يعني. تعديها ازاي لو جات لك فرصه تحضر ماتش مهم لفريقك نفس يوم عيد ميلاد مراتك؟ انت دايما عايزه تحطي انت يعني فاهمه. انا فريقي ده الاهلي، لو نهائي كاس عالم انديه هحضر نهائي كاس عالم الانديه ونحتفل بعيد ميلادها بكره. عايزه تسمعي الاجابه دي؟
نهائي دوري ابطال افريقيا يبقى فيها كلامي على حسب اهميه الماتش. على حسب اهميه الماتش. طب ليه ما تكونش هي اهم من اي ماتش؟ دي الحاجات بقى اللي لا ما هي بتكلم. يعني انا بحب الاهلي من وانا عندي 5 سنين، عرفتها وانا عندي 25 سنه، بقيت اهم من الاهلي ازاي؟ ثانيه واحده. خلاص اتجوز الاهلي طفل. وخلف منه بقى. الله، لا، الاهلي هياكلك، ما انا الأهلي اتجوزها هيشربك، واخلف منها الأهلي وقاعده هيربي تتفرج معايا عيالك. على الماتش، او ما تيجي بتحبش معايا الكورة. نحتفل بعيد ميلادها وناخد تورتايه في المدرجات والدنيا جميله طب ما فكرتش وهحتفل في الاجابه دي ليه؟ طب هي بقى مش عايزه. ها انت مش عايزه تسيب اجيبها الماتش اغصب وتحتفل عليها بيها. اغصب عليها تيجي لا. تحتفل معايا، ولا اسيبها في البيت واجي لا، احتفل بقى بكره؟ تحتفل بيها وتتفرج على اعاده الماتش. لا طبعا. إيه ده؟ إزاي؟ هو الماتش ده انا ممكن ما اشوفوش تاني. لا الماتش اصل بيتسجل. نهائي كاس عالم انديه ده ممكن يبقى مثلا الاهلي مش ما هيلعبه غير مره بيتصورش. واحده. ليه أحضره الاهلي نادي لايف. كويس يعني ممكن يوصل تاني؟ ما حدش ما عارف. وصلوش قبل كده، وصل له أصلاً؟ مره اللي هي المره دي اللي انا اتفرج عليه فيها. لو وصلوا 50 مره برضه اتفرج. دي حقيقه، بس احنا مش عايزين نقول كده عشان خاطر الناس تتفرج عليها. كده كده هو الاهلي اهم من اي حاجه، من اي واحده. دي حقيقه. يبقى خلي الاهلي يربي العيال بقى. تعديها ازاي لو الشله كلها اتجمعت وانت بس اللي ما تقلكش على الخروجه دي؟ يعني هم مش هيعملوا كده لان الخروجه مش تنفع من غيري، ده اولا. ثقة هايلة. ثانيا عملوا كده انا مش عاتب يعني. بس مش باين- هتشيلها لهم يعني؟ لا مش هشيلها، ممكن يكونوا نسيوني عادي. الدنيا ولو دلوقتي صحابك نسيوك هتعديها عادي كده؟ ما هعديها عادي، لان انا هنساهم في حاجات كتيره. هتردها لهم يعني اهو. هو هتترد بالاكتر، انت عايز تسمعي كده؟ يعني هتترد أصحابي قالوا لي بالاكتر كده. بالاقل قشطه يعني. تعديها ازاي لو ارتبطت بواحده وطلعت مؤمنه بالابراج، بتعتمد عليها بشكل اساسي في كل حاجه ما في حياتك؟ بعترفش بالكلام ده. هحاول بقدر الامكان ان انا اعرفها ان الكلام ده مش اساس حلو في علاقه، وممكن يعمل مشاكل كبيره. اللي معايا لو بتهتم ولقيتها مقتنعه بفكر معين، عشان خاطر مثلا هي حاطه في دماغها فكره معينه ان البرج بيقول مثلا السنه دي الكلام ده، لو لقيت ان في مثلا بوادر مشكله صغيره قوي هروح مقوم مشكله كبيره، ولو هنسيب فيها بعض عادي. لو هي افكارها مختلفه عن افكارك هتنهي الموضوع. هيبقى في مشاكل، والمشاكل هتجيب نهايه. بس مش هيبقى عندك استعداد تسمع مثلا هي ليه مقتنعه بالحاجات دي. تعديها ازاي لو اكتشفت ان الست اللي معاك لسه في بينها وبين الاكس بتاعها علاقه صداقه او في بينهم كلام عند يعني؟ ماما ده. عند مامتها في البيت. طب انت الاكسات بتوعك كلهم مقاطعهم يعني؟ ما تكلمش معاهم خالص؟ لا بقاطعهم. بتقاطعهم تماما؟ ما فكرتش ان انا اهتم يعني خلاص هي اكسات، هي خلاص دي الموضوع المشكلة. ماضي بقى خلاص. فاهم؟ تعديها ازاي لو بقيت بنت ليوم واحد بس؟ هتعمل ايه؟ لو صحيت لقيت نفسي بنت هعيش حياتي. اذا لم تستطيع ان تقاوم الاغتصاب فاستمتع بيه. يعني انا صحيت ايه علاقه ده بالاغتصاب؟ هعمل ايه؟ انزل اقابل الولاد بقى واعيش حياتي عادي. تقابل ولاد؟ هعيش حياتي كبنت، هروح اعمل ميك اب يعني عادي هتنزل تكمل حياتك عادي؟ هعمل ايه؟ ولا هطلع كأن اقوم في اموت حاجة؟ نفسي يعني؟ هي حاجه وحشه قوي كده؟ بتعمل ايه البنت في حياتها؟ تنزل تروح الكوافير تعمل شعرات كده، حاجات اللي هي بنت تعمل كده بس؟ بيعملوا ايه؟ بني ادمين والله بيعملوا ايه البني ادمين دول؟ بيعملوا كل حاجه، بيروح الشغل والله برضه طب هروح ساعات الشغل عادي بقى تروح وعادي الشغل وبتاع. ايوه. بيقولوا ان الراجل ما بيحبش الست اللي معاه تقبض اكتر منه. مجتمع بقى شاري انا الراجل، وانا اللي يكون مثلا بيدخل لي فلوس اكتر منك مثلا، ممكن بحكم ان هو ما يحسش ان هي بتدخل فلوس اكتر منه في البيت. ليه؟ هو بيحب كده، هو الراجل. مش بتشوف ان دي مثلا عقده نقص؟ ممكن في رجاله كتير عندها عقد نقص، مش يعني اغلبيه الرجاله مثلا مش سويه. بره عني والله بقى يعني القصه دي. كلكم بتقولوا كده؟ موجودين كتير رجاله مش سويه، دي حقيقه. انت اللي قلت. لو انا عارفها وهي شغاله شغلانه معينه بتقبض منها مثلا اكتر مني، وانتوا مع بعض كبرت في شغلها وبقت بتقبض اكتر منك، لو الدنيا يعني مستقره معايا ماديا كويس ما احبش انها تشتغل. اصلا بقى. بس هي لو شغاله وانا عارفها ان هي شغاله ولها كارير وبتاع، اكيد هحترمها. بس لو هي اصلا ما بتشتغلش؟ لو خلاص في ايدي الاختيار بقى، يبقى انا شكل زي ما انا عايز. تشكل ايه؟ هي مش شغاله دلوقتي، فبتقول لي مثلا ايه رايك ان انا مثلا انزل، انا مش عارفه، اقول لها لا خليكي بلاش بهدله، بلاش تنزلي تروحي تيجي. دي محبش- نصيحه مش تشكيل. هو ما هناك ممكن فرق. تقتنع، ما لو اقتنعت يبقى اتشكلت. ليه؟ ايه العلاقه؟ هو انت يعني ما حدش اقنعك بوجهه نظر قبل كده؟ ده شكلك يعني؟ كلمه التشكيل مش حاجه غلط، لا هي غلط. ان هي تبقى ان انا ابقى محدش شايف لها، بيشكل حد. ابقى شايف لها الحياه الاريح وتشوف بالنسبه لها لنا. ليه هي ما بتعرفش تشوف؟ لو بتعرف تشوف ما كانتش سالتني. انت ما بتاخدش راي حد، ما بتتعلمش من حد؟ بتعلم من غلطاتي. بيقولوا ان الراجل ما بيتصورش كتير مع الستات اللي بتجمعهم ببعض علاقه عشان ما يتقفش وكده. حقيقه. ليه بقى؟ مش عايز يعمل مشاكل لنفسه. وليه يبقى في مشاكل؟ ممكن ما يكونش بينهم حاجه، ممكن يكونوا عادي صحاب عادي. انا راجل معروف. حلو الكلام، حلو الكلام. حلو حياتي فيها الكلام. بنات، حياتي
فيها بنات، فهي ممكن ما تتقبلش، ده حقها، تتصور معاهم هتعمل مشكله، فكر دماغها تروح لاي حاجه تانية، وممكن ما يكونش فيه الحاجه دي اصلا، فقامت مشكله على الفاضي. طب انا اتصور ليه؟ مش هتصور ليه يبقى في مشكله؟ عشان هي ممكن تكون بتغير جدا مثلا، فبتعمل مشكله من لا انت مشكلة. بتغير؟ اكيد هغير عليها طبعا. عندك مشكله انها يكون عندها اصحاب ولاد؟ لا يعني طبعا مفيش الكلام ده، عند مامتها في البيت. ما انا قلت لك الكلام ده مش موجود. يعني ايه صحابي؟ يعني تقول لي مثلا نازله رايحه اقعد مع اصحابي الولاد النهارده نتعشى بره والجو ده، انا ما عنديش الكلام بس انت تنزل تتعشى مع آخر- اصحابك عنديش البنات عادي؟ مفيش مشكله، ممكن يبقى جروب ونازلين انا انزل، مش معنى ان انا بعمل حاجه تعملها. يعني انا رحت اسهر هي تروح تسهر. يعني انا مثلا اتاخرت بره يتاخر بره، يعني عادي. وده احنا بقينا في اوروبا بقى. لا ده احنا في مصر. يعني ايه احنا في مصر؟ يعني انا رايح اسهر مراتي تروح تسهر، دي مشكله، ما تسهر معاك. تتطلق وقتي. يعني انت من حقك تعمل حاجات هي مش من انا ممكن حقها اخد واروح تعملها. اسهر انا عادي. ليه انت تسهر من غيرها عادي؟ بس انا ممكن اكون متخانق معاكي وعندي مشكله مثلا معينه، ففي توتر، سايب البيت ورازع الباب كده ونازل، وهي وقلت لها انا لو هروح اسهر هي- مع ناس صحابي ماشي. النهارده، ارجع الاقيها سهرانه مع ناس صحابها. لو هي بقى اللي في مكانك واتخنقت تروح وعايزة- تقعد مع اختها، تقعد مع صاحبتها، بس ليه انزل اقعد مع اولادي؟ يعني مش هو انت لما تتخانق معاها تنزل تسهر مع بنات؟ انا لا انا مش بسهر مع بنات. ما هو بس فرضاً ليه ده حصل. بتأسيوم انها تروح تسهر مع فرضا ده حصل. ولاد؟ شوفي بقى، فرضا ده حصل. لا هي بيس مالهاش حق عادي؟ انها تعمل كده، لا ليها تتطلق حق وقتي حتى لو انا تعمل عملت ايه؟ كده. انت شايف ان السهر عموما حاجه غلط؟ غلط صح، مش قصتي، مش بتاعتي. امال ليا- بتاعت مين؟ ايه اللي بتاعتي؟ ايه اللي بتاعتي؟ مفيش حاجه بتاعتك هنا، ولا مراتك بتاعتك على فكره، لا، هي ما- انسانه عادي مستقله بنفسها. السهره بالنسبه لي اللي هو انا نازل اسهر مع اصحابي وهم جايبين بنات، ونزلنا سهرنا ورقصنا وبتاع وروحت، مش مع البنات. انا نازل مع اصحابي وهي وهم جايبين المفروض بنات يكون رد صحابهم. فعلها على حاجه زي دي ايه؟ تعمل مشكله وتتخانق عادي ونتصالح، بس ما تنزلش تسهر. وليه تتصالح؟ طب ما ممكن تبقى مش عايزه تتصالح، اشمعنى انت هتطلقها؟ يعني انت ما تقبلش ان مراتك تعمله، ليه قابل ان انت تعمله؟ اللي هو مش معنى ان انت عملت حاجه انا لازم اعملها. انت عملت كذا فانا ليه ما اعملش كذا؟ الراجل ممكن ينزل يقعد يقضي السهره ويروح عادي، هي مش هتتجرح في حاجه لان انا ما عملتش حاجه تاذيها. انا نزلت قعدت مع اصحابي جايبين بنات، فالموضوع بالنسبه لي عادي. انما هي لو قاعده وفي ولاد قاعدين وهي بتسهر في مكان مع اصحابها والولاد دول ما تعرفهاش، هي كده جرحتني، ما هي على اسمي، تتطلق وتنزل تسهر. يعني ايه هي ما اتجرحتش؟ ما هو انت بتحدد على اساس ايه؟ ما هو هي انت مش عارفه تردي. مش عارفه اسالك اصلا السؤال. بس انت نازله تعملي الحاجه دي النهارده عشان خاطر انا عملتها. حته الراس براس دي، ما الاوبشن ده ما ينفعش يكون موجود يعني نهائي. عامة انا خلصت اسئلتي خلاص. اي جيف اب. انت عندك 10 ثواني هتسالني فيهم سؤال بقى. ايه اكتر حاجه توصل للراجل والست انهم يكونوا متفاهمين؟ ان هم يبقوا بيعرفوا يتكلموا مع بعض في كل حاجه، ان كل طرف يبقى متقبل ان هو يسمع التاني، يسمعه ويفهمه بس. نايس انسر. انا ميرسي مبسوط جدا. ان انا كنت شكرا معاكي. ليك. انا اتبسطت يا رب كمان. يعني كنت خفيف يعني عليهم. يعني ما هنتكلم هنشوف الموضوع ده، يعني عندنا خناقات كتير قوي مشاكل كتير. مين اللي كسب؟ هو انا شايف ان الحلقه دي ممكن تفيد ستات ورجاله كتير. تقولي. كنا بنتخانق جوه. انا كنت هموت واقعد مكان مصطفى على فكره عشان اقول رايي. انا ما عرفتش اهزر، الموضوع كان اتمنى ان انا اجي في حلقه زي دي. مش مهم مين كسب ومين خسر، اهم حاجه ان انا ولا شفتكم يعني. جامد. حلقتنا خلصت. ما تنسوش تتابعونا وتشتركوا معنا على يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، تيك توك وتويتر. مستنيين تعليقاتكم وطبعا لايك وشير، يمكن تكونوا سبب يمنع اتنين انهم يروحوا محكمة الأسرة.